هذا كله ممكن يكون مقبول، لكن مجلس النواب اليوم صوت على إقالة وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر. الكل عرض رأيه وصار التصويت وما تمت الموافقة على الإقالة، لأنه الأصوات الأغلبية كانت ضد الإقالة. بالله عليكم شوفوا الصار وراء أن أعلن رئيس مجلس النواب النتائج، شوف الصار. شكرا لكم. هاي النتيجة. هلاهل؟ شنو هالهلاهل يعني السادة النواب؟ شنو الهلاهل؟ شنو المناسبة السيدات النائبات؟ شنو المناسبة الهلاهل؟ وشنو المناسبة سيد عباس البياتي توقف وتنحني؟ شنو يعني أنتم الآن تتحدثون دستوريا؟ شنو المناسبة اللي لقطة حقيقة ما افتهمتها؟ أنا كعراقي ما افتهمتها. لا الهلاهل لها مناسبة ولا انحناءاتك المستمرة بهذه الطريقة يا سيد عباس البياتي هم لها مناسبة. أرجع وأقول انتبهوا إنه الناس جاي تشوفكم، اللي انتخبوكم واللي ما انتخبوكم واللي جايه مرحله انتخابات دا يشوفوكم ايها الساده النواب. يعني ترى مو غلط تفهمون انه في زمن تطور وسائل الاعلام اصبح كل مواطن يقيم على اللي يشوفه، على الفعل اللي يتصرف به النائب، فما لها داعي لا الهلاهل. ما حليتوا مشاكل الموازنه حتى تهلهلون، ولا حليتوا لنا القوانين المنتظره منكم يا ايها النواب حتى تهلهلون، ولا قلتوا لنا ايش صار بإجراءات أمنية وإجراءات فاعلة لإنقاذ حياة المواطنين حتى تهلهلون، ولا كشفتم الفساد كما منتظر من السادة النواب الذين للأسف الكثير منهم يتقاعس في كشف ملفات الفساد حتى تهلهلون. ولا أنت سيد عباس البياتي أكو مناسبة حتى تنحني عدة مرات، فسر لنا إياها ما مفهومة. أنا كمواطن أتحدث وإحنا كمواطنين هاي وجهة نظرنا من شفنا هذا المنظر على التلفزيون.